عايزة أقول لكم بقى يا جماعة إن أنا قعدت مع نفسي شوية كده في لحظة صفا، وفعلًا لقيت إن ضميري بيأنبني، إيه ده يا بنتي يا مروة كل يوم كيكات وبسكوتات وحلويات، طب وبعدين معاكِ؟ المهم يعني قررت قرار ومش هارجع عنه أبدًا إن أنا هاعمل دايت من يوم السبت، وبما إني هاعمل دايت من يوم السبت فأنا لازم أعمل معاكم الجبنة القريش، ما هو أنا يا جماعة مش هاكل جبنة قريش وكمان جاية من برّه، أنا أصلًا باكل الجبنة القريش بالعافية، المهم بقى قُلت أعمل معاكم الجبنة القريش بالطريقة بتاعتي سريعة جدًا من غير منفعة ومن غير حصيرة وبتطلع أحلى وأضمن من بتاعة برّه مليون مرّة، استخدمت بقى 3 لتر لبن جاموسي، واللبن ده يا جماعة باجيبه من عند ناس كده جيراننا وما شاء الله كان لسه جاي صابح وطازة. هنجيب بقى طاجن والطاجن بتاعنا ده نسخّنه، أنا عايزة الطاجن يكون دافي شوية، هنحط اللبن وهنغطي الطاجن بتاعنا وهنكون مسخّنين الفرن، الفرن يكون سخن وبعدين نفصله، الفرن يبدأ يهدى شوية هندخّل الطاجن بتاعنا في قلب الفرن، وطبعًا الجو بدأ يبرد شوية هنسيبه في الجو ده يومين 2 بس، لو إحنا في الصيف هنسيبه يوم واحد بس. بعد بقى لمّا يعدّي على الطاجن ده يومين في قلب الفرن هنخرّجه، هتلاقوا بقى إن الطاجن بقى متماسك معاكم بالشكل ده والطاجن عامل طبقتين، الطبقة اللي فوق دي طبقة من القشطة الفلاحي يا جماعة الخطيرة اللي إحنا بنشتري منها الكيلو من برّه كده بحوالي 200، 250 جنيه، هنشيل بقى الطبقة اللي على الوش دي طبقة القشطة تقريبًا عملت معايا كده 250 جرام من القشطة، هناخد بقى اللبن الرايب ده ونحطه في مصفى، والمصفى دي لازم يكون فيها قطعة من الشاش، وطبعًا تحت المصفى دي لازم يكون موجود طبق كده غويط علشان الشرش اللي هينزل من قلب اللبن الرايب إحنا مش بنرميه إحنا بنحتاجه علشان نحفظ بيه الجبنة، للأسف بقى اللقطة دي ما اتصورتش، بس كل اللي أنا عملته إن أنا أخدت الشاشة دي وصفّيت الجبنة كويس جدًا وحطيتها في قلب المصفى تاني، وحطيت عليها حاجة تقيلة وسِبتها بالضبط كده 4 ساعات لحد لمّا صفّت كل المَيّة اللي فيها، وطبعًا يا جماعة زي ما اتفقنا كده إن أي شِرش بينزل من اللبن الرايب إحنا مش بنرميه، إحنا بنحتفظ بيه نعجن بيه شوية قُرَص، نحفظ فيه الجبنة اللي إحنا عملناها، المهم يعني بما إني ما عنديش حصيرة فالجيش قال اتصرّف، جِبت ورقة زبدة وورقة ألمونيوم، وحطيت بقى الجبنة بتاعتي عليها بالشكل ده وبرمتها كويس جدًا، وطبعًا يا جماعة لو الجبنة بتاعتكم كان لسه فيها مَيّة فطبعًا هتلاقوا إن ورقة الزبدة بدأت تبوش معاكم، لازم الجبنة تكون ناشفة تمامًا ومنزّلة كل المَيّة اللي فيها، لو حابين بقى تعملوا التخطيطة بتاعة الحصيرة دي اعملوها بأي شوكة موجودة عندكم أو ما تعملوهاش خالص مش فارقة، المهم يا جماعة إن إحنا هناكل جبنة قريش نضيفة وإحنا عاملينها في البيت. هنجيب بقى شوية من الشرشة ونحط فيهم بقى كام قرن من الفلفل كده وعليهم معلقة ملح، وهننزّل بقى الجبنة بتاعتنا ودخّلوها التلاجة وهتاكلوا أحلى وأجمل جبنة قريش. بس طبعًا بقى أنا كمروة كده يعني الجبنة القريش تقيلة على قلبي حبتين، لإني طول عمري عاملة دايت وطول عمري باكل جبنة قريش. المهم يعني علشان أعرف آكل الجبنة القريش لازم أعملها بالطريقة دي. هنجيب بقى شوية طماطم سواء كانت cherry tomato أو أي طماطم موجودة عندكم، هنقطّعها كده لقطع صغيرة، وهنضيف عليها كمان 3، 4 فصوص من التوم، لو ما بتحبوش طعم التوم زيادة خلّوهم فصين 2 بس. ضِفت عليهم بقى معلقة واحدة من زيت الذرة بس معلقة كبيرة، وأخدت بقى الطاسة بتاعتي دي ورفعتها على النار لحد لمّا الطماطم بدأت تستوي، والطماطم والتوم ياخدوا لسعة معاكم بالشكل ده. هنضيف عليهم بقى 3، 4 معالق كده من زيت الزيتون ورشة ملح ومعلقة كبيرة من الزعتر أو حبة البركة، طبعًا براحتكم بس أنا باحبها جدًا مع الزعتر وزيت الزيتون. هنهرسهم بقى مع بعض كويس جدًا، وبعدين بقى هنجيب قطعة من الجبنة القريش ونحط عليها ربع كوباية من اللبن، وهنضربهم بقى مع بعض كويس جدًا في الكبة أو في الخلاط أو بالهاند بلندر لحد لمّا الجبنة تنعم معانا وتكون كريمية بالشكل ده. هننزل عليهم بقى بالخلطة القمر بتاعتنا دي، وعايزة أقول لكم يا جماعة لو ما بتحبوش الجبنة القريش بجد هتعشقوها بالطريقة دي، أنا عايزة أقول لكم ما باعرفش آكل الجبنة القريش غير بالطريقة دي، وطبعًا يا جماعة أنا فتحت التلاجة والنية لله إن أنا أجيب توست أسمر كده علشان أبدأ دايت، بس ما لقيتش غير فينو، قُلت بقى هاكل فينو النهارده وإن شاء الله بقى نبدأ دايت من يوم السبت، وبس كده خلاص خلصنا والفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم، وكالعادة وزي كل يوم هاقول لكم ما تنسوش يا جماعة لو الفيديو عجبكم تعملوا إيه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو، وأشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي، مع السلامة.